احلى صباح ومسا عليك يا صاحبي يا برنس الليالي. يا برنس الليالي يا رمانة الميزان. كل سنة وانتم طيبين والعيد فرحة يا سلام. العيد فرحة يا سلام، كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة ما وبمناسبة بقى العيد يا رجالة، احنا جايبين فيديو جامد جدا النهاردة. هنتكلم عن فيلم تاج. هل الفيلم مسروق من فيلم أجنبي؟ طب هل الفيلم الأجنبي ده قصته إيه؟ طب هل الفيلم بتاع تاج القصة بتاعته شكلها إيه؟ طيب يا رجالة، هل ده أول بطل خارق مصري ولا في أعمال تانية قبل كده؟ هل ده أفلام بس ولا مسلسلات كمان؟ وكمان رأيي في الفيلم، وهل هيكسر الدنيا زي ما متوقع كده ولا لا؟ الفيلم من بطولة النجم الرائع تامر حسني، والقصة والسيناريو والحوار بتاعه برضه، والأغاني تبع تامر حسني. بص يا رجالة، فنان شامل، أنا من عشاق تامر حسني. وعشان ما أطولش عليكم، أدي حاجة سريعة للمحتوى الفيديو بتاع النهاردة. فما تنساش دعمك ابو الصحابه غالي، انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس والاعجاب بالفيديو، وكده يبقى وصلت العيديه بتاعتك يا معلم. واقول لك بقى من الاخر، خش بالانترو يا حدوته. طيب نجاوب على اول سؤال معانا، هل ده اول فيلم للابطال الخارقين المصري؟ احب اقول لك لا. افلام الابطال الخارقين دي من زمان جدا، وعندنا كان اول فيلم ليهم كان هو العتبة جزاز، بطولة الفنان فؤاد المهندس. فيلم كوميدي جامد جدا، وكان عامل دور واحد خارق اسمه فرافيرو. بعد كده عندك فيلم اونكل زيزو حبيبي، بطولة الفنان محمد صبحي، واللي احداث الفيلم بتدور حوالين ان البطل بتاعنا بياخد حقنة بتحوله لبطل خارق قوي جدا. وفيلم بصراحة مؤثر وملهوش حل يا رجالة. وبالمناسبة كمان في مشهد ظهر من الإعلان شبه الفيلم ده بالظبط. وعندك كمان الفيلم الكوميدي الحاسة السابعة، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، واللي بيتكلم عن بطانة اللي بيحصل على قوة خارقة بتخليه يعرف الأشخاص اللي قدامه بيفكروا في إيه، يعني دكتور بروفيسور إكس بتاعنا. والعجيب هنا يا رجالة إن المخرج كان الفنان أحمد مكي. بعد كده اتعمل أول فكرة حرية كبيرة جدا، وهو فيلم موسى، بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، واللي بيتكلم عن بطلنا اللي بيعمل روبوت عملاق عشان يحميه وعشان يدافع عن الناس. بعد كده الموضوع ما وقفش عند الافلام، في عندك بقى مسلسلات، وخد عندك اولهم طبعا الرجل العناب، بطولة الفنان احمد فهمي، وهو عن بطلنا اللي بيحصل على قوة خارقة في اماكن غريبة جدا. والفيلم كان جامد بصراحة، ملوش حل. وبالمناسبة كمان المسلسل ده هيتعمل له فيلم قريب جدا، وهينافس تاج بتاع تامر حسني. وعندك كمان مسلسل سوبر ميرو، اللي بيقدم لنا بطلة خارقة بدون قوة تقريبا. مسلسل جميل جدا ومليان مواقف كوميدية رهيبة. والمسلسل الأخير معانا مسلسل بنات سوبرمان، وهنا بيقول لك ماذا لو أوات إف سوبرمان نزل مصر واتشقلب في جاستين بيرا وجاب 3 بنات، كل واحدة عندهم قوة خارقة بتميزها عن التاني. هتلاقي طبعا معظم افلامنا حتى الفيلم ده كوميدي برضك، تحس ان مارفل كارف علينا شويه يا رجاله. طيب هنا بقى نتنقل للسؤال اللي جاي، هل فيلم تامر حسني تاج مسروق من فيلم اجنبي؟ احب اقول لك ايوه، هو مش مسروق، هو مقتبس. ولكن الفنان تامر حسني انا متوقع جدا ان هو هيعمل فكره مجنونه وهيمصر الفيلم ده، لان يعني طبعا احنا عارفين ان احنا معتمدين بعض الاحيان شويه على الافلام الاجنبي، بناخد القصه منهم وبنوصلها طبعا وبنعمل عليها تعديل طبعا عشان تمشي مع الجو المصري. فاللي مشجعني جدا على الفيلم ده ان الفيلم اللي متاخد منه القصه فيلم رهيب جدا، وهو فيلم اسمه جامبر. وقصه فيلم جامبر، بطلنا اسمه ديفيد بيكتشف ان عنده قدره خارقه ان هو يتنقل بين الاماكن بسرعه خارقه، وبيحاول طول الوقت ده ان هو يروض القدره ديت، ويقرر يستغلها من اجل وضع خطه لاجل سرقه البنك. الفيلم جامد جدا يا جماعه، وانا شفته للمره التانيه من كام يوم كده. الفيلم بصراحه دخل دماغي وخايش فيها. طيب هنا بقى قصه فيلم تاج بتاعنا، بنشوف التوأم تاج وهارون اللي هيجسدهم طبعا الفنان تامر حسني، بيمرون بالعديد من الازمات، ومع امتلاكهم لقدرات خارقه بتسبب في العديد من المشاكل والمفارقات
قويه جدا، والفيلم الاعلان فيلم جامد جدا يا رجاله. طب ايه اللي يثبت لي بقى ان الفيلم ده قصته متاخده من فيلم جامبر؟ احب اقول لك انا عملت حاجه حلوه جدا زي الفيديو اللي فات بالظبط، ولو ما شفتوش هسيب لك الرابط اسفل الفيديو. جبت لك لقطات من فيلم جامبر ولقطات من اعلان فيلم تاج، وحاولت ان انا اظبطها مع بعض، وهنشوف مع بعض هل الفيلمين قريبين من بعض ولا لا. يلا بينا نشوف. انا متوقع جدا يا رجاله ان فيلم تامر حسني تاج هيكسر الدنيا، لان الفنان طبعا بقاله مده كبيره بيتمرن طبعا جسديا ومعنويا، وبصراحه تامر حسني عمل اللي عليه وزياده، والباقي على الجمهور. هل الفيلم ده هينجح ولا لا؟ الفيلم ده هينجح باذن الله، وهيجيب اعلى ايرادات ويكسر الدنيا عندنا. بس مشكلته ان هو جاي مع كام فيلم عربي معانا، فمش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. هل الفنان تامر حسني غلط اللي هو نازل الفيلم ده في موسم العيد ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه قريب جدا. وانا حاولت اجيب لكم من جميع الاتجاهات، واحاول ان انا اظبط لكم الفيديو، فما تنساش انك تظبطنا يا غالي وتديني عاديتي كاشا يا سيدي، انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس والاعجاب بالفيديو. وبالنسبه للجرس خليه على كل الاشعارات عشان في فيديو جاي جامد جدي. واسيبكم هنا يا رجاله عشان تعيدهم والعيد فرحه. يا سلام، العيد فرحة يا سلام، كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة للمرة التانية. ايوه يابا، امال ايه؟ واللقاء في الفيديوهات القادمة، وجود باي اند جود نايت. سلام.